38% الاتحاد السكندري استحواذ، ولكن بلا ترجمه، بلا اهداف، بلا حتى الان ظهور في شباك الاتحاد السكندري. اول تبديلات الاتحاد السكندري في اللقاء بخروج رامي ربيع ونزول محمد حمدي. على كمال نازل على طول الكوره توصل للاتحاد السكندري اللي هيبدا الشوط الثاني على يمين المقصوره الرئيسيه وعلى يمين حضراتكم، ونادي الزمالك هيكون هو اللي على شمالنا. وادي الكوره، ادي رامي ربيع وضربه حره للاتحاد السكندري. يبقى محمد حمدي البديل اللي نزل ما نزلش مكان رامي ربيع، يبقى رامي ربيع موجود لسه ما خرجش وما نزلش محمد حمدي. هنشوف مراسلنا بقى في الملعب، هنشوف يتاكد من راي المشد كان التبديل، ولكن لسه ما تمش التغيير، وهنشوف مع سير اللقاء هل محمد حمدي نزل ولا لسه. انذار لرامي ربيع، هنقول الراجل كان متعمد في اللعبه اللي فاتت. ادي رامي ربيع اهي الكره عدت رامي ربيع، يعني ما كانتش هي لازمه باللمسه اليد ده، كده كانت طالعه خارج الملعب ضربه مرمى. محمود فتح الله تتلعب الكره على طول في نص ملعب نادي الزمالك في الشمال، يسلم على طول واحده تاني ترجع من نور السيد في اليمين. يبقى محمد حمدي نزل زي بيقول لي بقى عماد يوسف، وحازم برعي نزل مكان كريم فتح الله. كريم فتح الله هو اللي طلع رقم 12 ونزل محمد حمدي البديل. اول تبديلات كابتن احمد سامي مع انطلاقه الشوط الثاني. محمود فتح الله استلام لنادي الزمالك، واحده طويله داخل منطقه جزاء الاتحاد السكندري، لكن هاني سليمان طالع واقرب للكره ويمسك. ادي اهو الهاني سليمان قدامنا، ودي حكم اللقاء ايمن الحنفي. الهاني سليمان يبدا هجمه طويله للاتحاد السكندري توصل عند داني النانا. ادي التبديل قدام حضراتكم، محمد حمدي مكان كريم فتح الله. طارق وطني بيستلم الاتحاد، يموه وعدى من ايد عبد الملك، ماشي طارق، لسه طارق وطني على الارض يحط علاء كمال. علاء حلوه يا ابن النقله، لكن هنا على طول صابر رحيل يلحق قبل محمد حمدي. ادي محمد حمدي واول كره كده كان لسه الراجل لو استلمها وراح كانت تبقى فرصه. أسامة السيد والتماس لمصلحة الاتحاد السكندري، تتلعب لمحمد حمدي، يرجع تاني لأسامة، ودي العرضية مين ما قابل ما تلاقيش، على طول تلاقي أحمد سمير يشتت من دفاع الزمالك على الأرض، العيد عبد الملك اللي يغمزها بكعبه كده، تلاقي عمر جابر، عمر لسه الهجمة الزملكاوية، أحمد جعفر حطها لنفسه كويس. جعفر رايح فين يا جعفر؟ خلاص طولت سند مرة والتانية طولها على نفسه، عشان كده يخش على طول رايح محمد رضا بابو ويشيلها لخارج الملعب عشان تبقى ضرب ركنيه. استلم كويس قوي تحت ضغط خصم جعفر زي الشوط الاولاني. بصوا حضراتكم حجز واهو سند لنفسه وسند تاني، كان خلاص بقى السنده التانيه دي كان ممكن في البعيده، لكن خلاص طولت وبوبو بتاكلينج يشيل لخارج الملعب. ادي ركنيه بتتلعب والتشتيت من دفاع الاتحاد لخارج الملعب، تمس مصلحه نادي الزمالك. اتلعبت على طول التماس من فتح الله، مخطوفه من عيد عبد الملك في قلب الملعب، لسه النقله الاتحادويه، تلاقي نور السيد على الارض يسلم، واحده على طول لسمير لعمر جابر، ما كانش معدول كان هيقع ياخدها على طول منه محمد حمدي، عايز يعدي حمدي لكن تمس مصلحه الاتحاد السكندري. طارق وطني لسه صوت الملعب كده مش سامعينه معانا. ادي احمد سمير تتلعب الكره ولسه دربكه، داني النانا الغني يلعبها ومس باس، لكن ياخدها عبد الشافي لجعفر لعبد الشافي، حلوه تاني لجعفر لمحمد ابراهيم. هيعمل ايه؟ دخل في الزحمه برضه وتتخطف منه على طول. دانيال النانا على طول واحده. ادي الانطلاق لعلاء كمال، علاء اللي بدا ياخد الطرف اليمين، كان الشوط الاولاني واخد الناحيه الشمال، حلوه النقله على صدره، استلام احلى لمحمود فتحي، يا سلام حته كده الشراب يعليها لنفسه. رامي ربيع الاتحاد بدا ياخد الثقه، كابتن احمد سامي مدير الفني الاتحاد السكندري بدا يدي لعيبه الاتحاد تعليمات، بداوا يضغطوا. بصوا حضراتكم على لعيبه الزمالك عكس الشوط الاول، كان عيد عبد الملك بيستلم براحته وبيقدر يروح.
نور السيد يفتح في الشمال على طول، واحده عند صبري رحيل اللي بيسند لنفسه وماشي. صبري عامل مشوار، صبري حلوه العرضيه، حلوه العرضيه، والسيد فريد ويا احمد جعفر، وعايزين ضربه جزاء نادي الزمالك، لكن مشى اللعب ايمن الحنفي. الهاني سليمان استلام حلو من رامي ربيع، ضغط عليه صلاح سليمان، لسه رامي مستني حد يقرب له، اتضغط عليه خلاص، الكتره تغلب الشجاعه يا رامي. نور السيد يسلم في اليمين، واحده عند احمد سمير. سمير ماشي، سمير وعامل مشوار، لسه سمير اتضغط عليه، سمير اتاخدت منه، محمود فتحي يخطف، طارق وطني يلحق قبل ما تطلع. 5 دقايق من انطلاقه الشوط الثاني او الدقيقه 51 من عمر اللقاء، التعادل بدون اهداف، لقاء فيه حماس، خليك باللعب وتهدى، لكن لحد دلوقتي لسه ما فيش اهداف في الليل. مش كله ماشي هتجيلي كده اللقاء. بصوا حضراتكم، ادي العرضيه وادي الاعاده تاني ضربه الجزاء، والسيد فريد السيد فريد يعني الحكم متروك لحضراتكم، والتحليل اكتر واكتر مع ملعب الاهلي. ادي الاعادات للعبه احمد سمير بقى، والاعاده للالعاب مع الشوط الثاني. كره طويله ترجع على طول سهل لعبد الواحد السيد، اللي يمكن موجود في اللقاء معانا بس كاسم لحد دلوقتي لم يختبر تماما طوال ال 51 دقيقه دول. ادي الكره ترجع، محمد حمدي يستلم يوسع نفسه كويس مع رامي ربيع، ترجع تاني النقله، واحده طويله لكن صلاح سليمان من العمق يشيل في اليمين على طول عند احمد سمير. سمير بيستلم، سمير واحده طويله عيد عبد الملك ينقلها من لمسه واحده حلوه لجعفر. جعفر بيحط جسمه كويس قوي، احمد جعفر نموذج، بس الفينش يا جعفر المره دي السيد فريد بتاكلينج يحولها لضربه ركنيه. ادي الهاني سليمان، لسه الهاني سليمان والركنيه الزملكاويه في نص ملعب الاتحاد بالطرف الشمال. عمر جابر على التنفيذ، عمر يلعبها عمر، لكن سهله للهاني سليمان لوحده تماما يمسكها بسهوله. الهاني يبدا هجمه سريعه ومرتده للاتحاد السكندري عند محمد حمدي، صبري رحيل يلحقها يعلي، احمد سمير يكمل على طول ويسلم في قلب الملعب عند نور السيد. نور لسه التحضير الزملكاوي، ادي نور السيد ماشي في الشمال يسلم لصبري رحيل على الارض يحط لمحمد ابراهيم. بدلاء نادي الزمالك النهارده محمود جنش وسعيد قطه وحازم امام ويوسف احمد واحمد حمدي واحمد عباس وكريم اسماعيل، يمكن اكتر من ناشئ النهارده مصعدهم كابتن اسامه نبيه. عمر جابر يحطها على الارض لعيد عبد الملك اللي النهارده بيلعب بكعبه بس، لسه عيد يستلم على طول لعمر جابر، والتسديده سهله تروح في ايد الهاني سليمان. اما بدلاء الاتحاد السكندري لحراسه المرمى محمود السيد ومحمود سمير واحمد ابراهيم ومحمد المنياوي وعماد علاء وطلعت محرم. منتقل من صفوف بتروجيت طلعت محرم على دكه البدلاء. محمد حمدي نزل مكان كريم فتح الله. ادي علاء كمال، لسه برضه محمود سمير لاعب اللي ظهر مستوى طيب قوي مع الاتحاد الموسم الماضي، محمود سمير، وكان بيفرق كتير في وسط الملعب، قدم لقاءات طيبه برضه على دكه البدلاء. محمد حمدي عايز ينقلها لكن محمد عبد الشافي يحط رجله، ولا المره دي محمد ابراهيم والخارج الملعب تماس لمصلحه الاتحاد السكندري. تماس للاتحاد السكندري. ادي التماس، اسامه السيد يلعبها على طول، التماس تطول وتمر وتروح لعبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك. لسه عبد الواحد مقرب له فتح الله، وادي احمد مجدي وبدلاء نادي الزمالك قاموا يجروا الاحماء كلهم خلف المرمى. تتلعب الكره الطوليه توصل لجعفر ينقلها حلوه جعفر لعيد عبد الملك. احمد عيد واحد على واحد هو وطارق وطني يدخل المنطقه لكن تاكلينج ويشيل وطني. نور السيد تسديده دربكه يشيل اسامه السيد، تشتيت من داخل منطقه جزاء الاتحاد. صلاح سليمان على صدره على الارض، النور يرجع بيها لفتح الله. فتح الله طوليه حلوه النقله لعبد الشافي يحط لمحمد ابراهيم. هيعمل ابراهيم، لسه ابراهيم واسامه السيد عدى المره دي، حط العرضيه تقف تخبط، لسه احمد جعفر يجيبها تاني. حلوه يا ابني النقله على طول، لسه الدربكه التشتيت ترجع الحصار الزملكاوي. احمد سمير من الطرف الشمال المره دي، سمير لسه سمير والعرضيه ودربكه وداني ان انا يشيل. يلا بقى هنشوف هدف ولا ايه. ادي صبري رحيل، ويا سلام يا هاني يا سليمان رايح معاها ورايحه الكره حلوه ويحط ايده عليها. هنشوف بقى ضربه ركنيه ولا ضربه مرمى. صبري رحيل وسع لنفسه وعلى عدلته بشماله وعلى طول تعدي. بصوا حضراتكم اهو السيد فريد وقفته لله الهاني سليمان شالها صح، ممكن تلخبط الهاني سليمان. اتلعبت الركنيه وتعلى. رامي ربيع راجع ومعاه فتح الله، رامي لسه وسع لنفسه
يشيلها رامي واحده في قلب الملعب، لكن تلاقي نور السيد من نادي الزمالك. حصل للزمالك بقاله دقيقتين كده محصل الاتحاد في نص ملعبه، محمد ابراهيم يسقطها داخل المنطقه، ابراهيم يشيل رامي ربيع المره دي تسقط، تلاقي على طول هنا محمد ابراهيم يلعبها العرضيه تعدي وتمر من عمر جابر، لكن المره دي ايمن دجيش يشير بتسلل لمصلحه الاتحاد السكندري. ادي الرايه من ايمن دجيش والصفاره من ايمن الحنفي على طول تسلل لمصلحه الاتحاد السكندري. ادي الاعاده للعبه هنا اهو، يعني مش عارفين هو التسلل على مين، اذا كان الراجل ما اشتركش في اللعبه اصلا اللي اتلعب له الاوفر كان احمد جعفر وكان راجع وما اشتركش في اللعبه ما استفادش من اللعبه. الهاني سليمان يلعب الضربه الحره غير مباشره طويله في نص ملعب نادي الزمالك، لكن توصل عند فتح الله. فتح الله يرد واحده طويله تاني في قلب الملعب، استلام من محمد ابراهيم عايز يعدي لكن بتاكلينج على طول ترجع تاني لداني النانا. السيد فريد يشيل يشتت اي حاجه، السيد فريد تلاقي صبري رحيل لسه الهجمه الزملكاويه تاني في الطرف الشمال، محمد ابراهيم يستلم يرجع بيها لنور السيد، نور على الارض لعمر جابر في اليمين لاحمد سمير، سمير ماشي سمير يفتح واحده لعيد عبد الملك، عيد عبد الملك وطارق وطني عدى المره دي عيد، لسه عيد وقف بيها ورجع تاني عدى تاني، لكن خلاص بقى المره دي محمود فتحي يحط جسمه كويس قوي ويجيبها من قدام عيد عبد الملك وياخد ضربه حره لمصلحه الاتحاد السكندري. ادي اهي بص حضراتكم هنا بقى محمود فتحي حط جسمه كويس وحجز على الكوره، والهاني سليمان طالع بره منطقه الجزاء عشان يلعب الضربه الحره. الهاني يلعب الضربه الحره طويله، صلاح سليمان يشيل قبل رامي ربيع لخارج الملعب، تماس لمصلحه الاتحاد السكندري. وادي هنا اهو كابتن احمد سالي والتعليمات من خارج الخطوط للاعبي الاتحاد، رامي ربيع عايز يغمسها سهله يلاقيها صلاح سليمان يحط المحمود فتح الله. الزمالك بقول لحضراتكم التقوا منذ عام 2000 حتى لقاء الدور الاول بقى الموسم الماضي هو والاتحاد في 22 لقاء، الزمالك فات في 16، 8 في القاهره و8 في اسكندريه، والاتحاد فاز في لقاءين فقط في اسكندريه واربع تعادلات ايضا 2 في القاهره و2 في اسكندريه. ضربه حره لمصلحه الاتحاد السكندري، طارق وطني هنا كان مكمل مع احمد سمير، ودي حكم اللقاء ايمن الحنفي يحتسبها. هيجي بصوا حضراتكم احمد سمير هنا اهو مكمل مع طارق وطني، وضربه حره للاتحاد السكندري. الزمالك احرز في ال 22 اللقاء 46 هدف في شباك الاتحاد السكندري ودخل مرمى 17. الاتحاد احرز 17 هدف فقط ودخل مرمى 46. الفرقتين يمكن اتعادلوا 4 لقاءات بنفس النتيجه، تعادل ايجابي 1-1 مواسم 2005 و2008 والدور الاول الموسم الماضي. اعلى نتيجه عملها الزمالك 5-0 على الاتحاد موسم 2003 و4-0 2002 و3-0 مواسم 2004 و2006. ضربه حره لمصلحه نادي الزمالك، وادي هنا عمر جابر ومحمود فتحي، ولسه بنقول قبل اللقاء الروح الطيبه واللعيبه بعد اللقاء تصافح بعض، وارد نشوف شده ملعب، لكن في النهايه الروح الطيبه لازم تسود يا جماعه والروح الرياضيه. ادي محمود فتحي مكمل بحماس مع عمر جابر، تبقى ضربه حره. احلى لقاء جمع الفريقين بقى الزمالك والاتحاد كان في موسم 2010، اللقاء في استاد القاهره اللي انتهى 4-3. شيكابالا كان هاتريك جاب 3 تجوان واحمد جعفر جاب جون، والثلاث اهداف بتوع الاتحاد كان اوتوبونج وهاني العجيزي، اوتوبونج معار والعجيزي في سموحه. كان احلى لقاء جمع الزمالك والاتحاد في اخر 12 سنه دول. اللقاء كان فيه كوره حلوه، كان في استاد القاهره والاتحاد اللي كان بادئ بالتهديف. نرجع للقائنا و59 دقيقة من عمر اللقاء والشوط الثاني أو 14 دقيقة من عمر الشوط الثاني، ما زال الزمالك بيحاول الوصول لمرمى الهاني سليمان بقوة، وعيد عبد الملك النهارده جاي بلعب استعراضي أكتر منه أداء يفرض بيه نفسه الراجل على جماهير الزمالك وعلى تشكيلة الزمالك. الراجل بقى بيلعب بالكعب، بنقول لسه مش جاهز، لسه ما دخلش، لسه ما انسجمش، ولكن في النهاية الوقت بيجري والتعادل ما زال في مصلحة الاتحاد السكندري اللي عامل مجهود والله لحد دلوقتي. ادي عيد عبد الملك بصوا حضراتكم استلم ومشي بيه عيد عبد الملك، لكن يا راجل ما فيهاش استلام يا عيد عبد الملك، لسه بقول لحضراتكم فيها لعب استعراضي، راجل عايز يعمل
لقطه بقى وياخد واحد واثنين من دفاع الاتحاد السكندري، لكن في النهايه يتشال تماس. محمد ابراهيم لسه ماشي بعرض الملعب، يحطها على الارض، واحده لصابر رحيل اللي عايز يسدد. الله عليك يا ابني صاروخ. والتاني مره وكلاكيت تاني مره هاني سليمان رايح معاها، بس المره دي خرجت لضربه مرمى. بصوا حضراتكم على عدلته، تاني واحده رايحه شكله كده على صابر رحيل هيعملها. كان فكرنا يمكن ببدايه اهداف صابر رحيل كان في شباك الزمالك والاولمبي من موسمين ثلاثه، كان حط صاروخ، واول اهدافه مع الزمالك صابر رحيل بكره مشابهه كده جنب استاد اسكندريه. في لعيب واقع من دفاع الاتحاد السكندري على الارض، وايمن الحنفي حكم اللقاء ممشي اللعبه، ده السيد فريد شكله اللي واقع. لسه هاني سليمان على التنفيذ ضربه المرمى. وادي الاعاده، بصوا حضراتكم لكره عيد عبد الملك اهي، جات له لوحده تماما، استلمها غلط، هو استلمها لجوه، لو حطها قدامه لبره وحط عليها كمال كان يبقى وجها لوجه لهاني سليمان. ادي كره تتلعب ضربه المرمى، ترجع في نص ملعب الاتحاد السكندري، تعلى عند رامي ربيع وصلاح، صلاح يردها واحده، تلاقي احمد سمير يسلم عمر جابر، نقله حلوه، لكن المره دي التغطيه احلى من بوبو قبل احمد جعفر. السيد فريد يلعب واحده طويله للاتحاد السكندري، لكن بعقله وبخبره كبيره، يا سلام عليك يا فتح الله، يقطع على صدره وماشي محمود فتح الله، عايز ينقلها، تقف تحت رجله، تروح لجعفر، ترجع تاني كوره، لسه نور السيد للزمالك، عيد عبد الملك وطني، عيد ويطلعها لخارج الملعب تماس عشان في لعيب واقع. ادي بقى مجلس اداره نادي الزمالك، استاذ احمد جلال ابراهيم ودكتور عبد الله جورج سعد رئيس لجنه التعاقدات بيتابعوا اللقاء. ادي اهو عبد الشافي مع محمود فتحي، محمود فتحي، وادي جنش حارس المرمى البديل في الزمالك اللي بيتابع اللقاء من على دكه البدلاء. اتلعب التماس لعلاء كمال، يرجعها علاء واحده عند صلاح سليمان اللي بيلحقها قبل ما تطلع. الزمالك ناقصه اللمسه الاخيره، مين اللي يخلص؟ مين اللي يقدر يوصل الزمالك الهدف الاول؟ يمكن لحد دلوقتي الزمالك بيروح، لكن الفينش او اللمسه الاخيره على الثلاث خشبات مش موجوده. عيد عبد الملك جات له فرصه كانت ممكن تبقى هي فرصه اثبات الوجود والذات بقى مع جماهير الزمالك في اول ظهور رسمي ليه. احمد جعفر جاله فرصه واثنين وثلاثه، لكن لسه مش ماشيه، بيعمل الصعب كله جعفر والسهل اللمسه الاخيره بيتاخر فيها وبتروح. ادي عيد عبد الملك ينقل واحده طويله، لكن توصل المره دي عند اسامه السيد، يشيل من دفاع الاتحاد لخارج الملعب تماس لنادي الزمالك. ادي اهو الجهاز الفني الاتحاداوي، مسؤوليه كبيره كابتن احمد ساري بحكم ان هو ابن الاسكندريه، الراجل واحد من ابناء نادي الاتحاد، ما ترددش ان هو يتولى المسؤوليه بعد ما كيد الاسباني كان مقدم موسم طيب قوي مع الاتحاد في الموسم الماضي. عمر جابر والعرضيه لخارج الملعب، ضربه ركنيه، وهنشوف تبديل للاتحاد السكندري. محمود سمير هينزل 16، تبديل من كابتن احمد ساري. لا ان علاء كمال واضح كده ان الراجل عامل حاجه كده على العضله الاماميه وعلى فخده، يبقى خرج علاء كمال وينزل مكانه محمود سمير. واحنا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 63 من عمر اللقاء. هو ده محمود سمير اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، عمل لقاءات طيبه جدا الموسم الماضي مع مكيده، حلوه الرأسيه جميله، جاي على طول. مين ده؟ ايه ده؟ هو احمد سمير في الركنيه طاير، لعبها حلوه على العرض القريبه، لكن مرت لضربه مرمى. محمود سمير هل هيفرق في شكل الاداء الهجومي للاتحاد السكندري؟ هل هيبقى ليه تاثير؟ هل هيبقى ليه ايجابيه؟ نشوف الاتحاد بيروح على مرمى عبد الواحد، هنشوف ونتابع. ادي الهاني سليمان يلعب ضربه المرمى طويله، رامي ربيع، صلاح سليمان كالمعتاد يردها، تسقط عند عمر جابر لاحمد سمير في القلب، تلاقي نور السيد، عبد الشافي يطول واحده لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم في الزحمه رايح، ترجع تاني تلاقي المره دي عمر جابر، وضربه حره للزمالك من على قوس منطقه جزاء الاتحاد السكندري، حته خطر. استلمها كويس عمر جابر وتصرف فيها احلى من محمود فتحي، والعرقله وضربه حره. مين يا ترى بقى بيجيد الضربات الثابته؟ هل نور السيد هنشوفه، ولا صابر رحيل، ولا عبد الشافي من الزمالك، ولا عيد عبد الملك؟ هنشوف بقى اسامه نبيه محفظ لعيبته ايه النهارده. ادي الهاني سليمان بيوقف الحائط البشري، لسه الهاني بيظبط الحيطه مع الزاويه. ادي اهو داني النانا
واسامه السيد وايمن الحنفي بيرجع الحيطه لفريق الاتحاد السكندري، ومحمود فتحي راجع. لسه الحنفي بيرجع الحيطه. يمكن تشكيله الاتحاد الفانيلا بتاع طارق وطني لونها مختلف شويه، او في اختلاف كده في الالوان، اخضر فاتح واخضر غامق. اسامه السيد حتى في وسط الحيطه كده باينه. تلت ساعه وفتح الله وعبد الشافي وصبري رحيل على التنفيذ. هل يا ترى عبد الشافي هيسقطها من ورا الحيطه؟ هنشوف. ادي فتح الله وعبد الشافي، ولا فتح الله اللي هيسدد؟ لسه الحنفي. فتح الله هو اللي هيلعبها، لعبها في زاويه الهاني وعاليه تمر لخارج الملعب، ضربه مرمى. ادي ضربه المرمى. لا فعلا زي ما بقول لحضراتكم في اختلاف في الوان فانيلات لاعبي الاتحاد، في فانيلات اغمق شويه وفانيلات افتح. ادي الهاني سليمان يلعب ضربه المرمى طويله في نص ملعب نادي الزمالك، تعدي وتمر تعدي وتمر، ومحمد حمدي ومحمود فتح الله وعبد الواحد ما طلعش، ممكن كانت تعمل مشكله الكره دي. ادي تروح على طول في الشمال لصبري رحيل. صبري يلعب واحده طوليه في نص ملعب نادي الاتحاد، محمد ابراهيم حط اسامه السيد في صدره وفيها دفعه وضربه حره. قول كتير يا جماعه، انت جبت بالعزمون يا كابتن. لسه اهو. قولوا كتير بس اعلى شويه، اعلى شويه، اعلى شويه. ادي الضربه الحره. اعلى تاني يا كابتن. الحنفي. وادي هنا اسامه السيد ومحمد ابراهيم حطه في ظهره ونجح انه يجيب ضربه حره لمصلحه نادي الزمالك. ادي الحنفي هنا بيتكلم مع محمد حمدي بيقول له بقى اطلع بره واربط الجزمه لو هتربطها. ضربه حره زملكاويه على حدود منطقه جزاء الاتحاد السكندري. اللقاء بدا يهدى، يمكن احمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري بدا يهدي رتم اللقاء، بدا كده يشوف ان الزمالك بدا يضغط. هنشوف. ادي عبد الشافي سابها واتلعبت العرضيه داخل المنطقه، يشيل دفاع الاتحاد على طول، تسقط تلاقي محمد ابراهيم ومعاه محمود فتحي. خدها محمود فتحي، قلت لحضراتكم محمد ابراهيم بيزود في اللعب، بيطول فيها قوي، عايز كل كره تجيله يفضل يراوغ ويرقص ويعدي، ما ينفعش. ادي الكره تروح لعبد الشافي، يلعب واحده طويله تسقط على طول عند محمد ابراهيم. لمسه، اول لمسه يلعبها لعيد عبد الملك. عيد راحت المره دي لعيد لمحمد ابراهيم في اليمين. يلا يا جعفر حلوه الفكره يا ابني، بس بعيده وتمر كده جنب القائم اليمين، مفيش ياردتين ثلاثه لخارج الملعب، ضربه مرمى. فكرتها صح، التنفيذ هو اللي ايه بعدت منه. بصوا هيوسع نفسه هيضغط في البعيده صح، بس فتحت كده لخارج الملعب، ضربه مرمى. شوفوا بقى محمد ابراهيم لما لعب الكره باللمسه واحده عمل خطوره للزمالك وعمل شكل سريع، انما كل كره كانت بتوصل يقعد يرقص وبتاع، اللعب كان بالكره بتقف عنده واللعب الهجمه ما بتكملش. ادي هاني سليمان يشيل عند محمود سمير راسيه تعليها رامي ربيع، ياخدها المره دي احمد سمير في وسط الملعب. نور السيد يلعب لفتح الله في خط ظهر نادي الزمالك، في الشمال لصبري رحيل. صبري على طول يحط النور السيد، نور يلعب واحده طوليه اطول من اللازم على عبد الشافي اللي عامل مجهود، لكن الراجل ما لحقهاش والخارج الملعب تماس لمصلحه الاتحاد السكندري. رايح اسامه السيد يجيب الكره من بره. ادي اسامه السيد هيلعب التماس طويله لكن يردها عبد الشافي، ترجع تاني في نص ملعب الاتحاد، توصل لنور السيد. نور يرجع بيها عند احمد سمير في نص ملعب نادي الزمالك. سمير لسه ماشي، سمير يلعب واحده طويله عند جعفر، يردها السيد فريد. محمود فتحي يكمل، محمود سمير نادي الاتحاد يطولها لرامي ربيع، لكن ياخدها صلاح سليمان ويلعب في الشمال عند فتح الله لسه ماشي. فتح الله يطول لمحمد ابراهيم لجعفر، لكن اتضغط عليه واتاخدت على طول من الاتحاد، تسقط عند حمدي يحط المحمود فتحي، نقلات اتحادويه، يشيل واحده طويله بوبو في نص ملعب نادي الزمالك. صلاح سليمان يوسع لنفسه ويستلم، لسه صلاح ماشي، صلاح على الارض يحط واحده عند نور السيد. لازم بقى الزمالك يبقى عنده تبديل يقدر يفك
لوغاريتم كده اللي يعني مش عارف يجيب هدف لحد دلوقتي، مش عارف يخلص، ما عندوش اللي بيخلص لحد دلوقتي. ادي الكرة ماشيه عند محمد حمدي، مرتده للاتحاد، محمود فتحي هات وخد حلوه، النقله في المساحه، فتح الله اقرب بخبره يحط جسمه، ومحمد حمدي لسه، فتح الله وحمدي لسه ما طلعتش، فتح الله يا سلام بخبره يحجز ويجيب ضربه حره مظبوط لمصلحه نادي الزمالك. تتلعب لصلاح سليمان. صلاح في اليمين، صلاح 25 دقيقه من عمر الشوط الثاني والدقيقه 70 من عمر اللقاء، تعادل بدون اهداف الزمالك والاتحاد في افتتاحيه لقاءات المجموعه الثانيه للدوري العام المصري هذا الموسم 2012 2013. نقدر نقول خامس مره بيتلعب الدوري بنظام المجموعتين. عيد عبد الملك يريحها لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم عايز يعديها مخطوفه من دفاع الاتحاد، توصل على طول عند وطني لرامي ربيع، يرجع بيها رامي لمحمود سمير، هو بيدور عيب على لعيبه الاتحاد. شوفوا حضراتكم محمود سمير ماشي الراجل بكره اهو، اتضغط عليه برضه طول فيها لكن محدش هنا زايد معاه. ادي الكره تروح لمحمد ابراهيم، ابراهيم ماشي، ابراهيم طولت من ابراهيم لكن المره دي الحنفي بيدي ضربه حره لمصلحه محمد ابراهيم. 4 مرات اتلعب الدوري بنظام المجموعتين، مواسم 57 58 و62 63 و63 64 و75 76. الاهلي فاز في اول مره 57 58 وفي اخر مره ايضا فاز الاهلي. الزمالك فاز موسم 63 64 والترسانه بفوزه الوحيد ببطوله الدوري فاز موسم 62 63. الكابتن صالح سليم كان ليه رقم قياسي في موسم 57 58، كان جاب 7 اهداف في شباك الاسماعيلي، اللقاء اللي انتهى 8-0. ادي الكره الطويله ترجع تاني، مايسترو الكره المصريه كابتن صالح سليم. كابتن حسن الشاذلي ايضا كان هداف وهداف التاريخي لبطوله الدوري، ليه 169 هدف على صداره هدافي بطوله الدوري. كان احرز 32 هدف في موسم 62 63. في ارقام اتحققت والله في نظام المجموعتين، ما ناخدوش بقى بالصوره السلبيه، ما فيش فرص يعني. اهم حاجه ان الكره رجعت، اهم حاجه ان بدا النشاط يعود مره ثانيه. مش هننسى الشهداء، مش هننسى بالفعل 72 زهره، 72 امل في قلوبنا جميعا. وحتى النادي الاهلي في لفته طيبه جدا جدا النهارده، وعلى فانيله النادي الاهلي رقم 72 شهيد يعني جوه القلوب وخارج القلوب. مش هننسى هؤلاء الشباب وخيره الشباب اللي راحوا يمكن في مذبحة بورسعيد. يتغمد الله بإذن الله شهداء برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. نرجع تاني للقاءنا ودي العادة للعبة ومحمود فتحي. حسن الشاذلي بيقول لحضراتكم هداف تاريخي 169 هدف في الصدارة، بيليه حسام حسن 168 هدف، كابتن مصطفى رياض 123 هدف من نادي الترسانة، تاريخ كبير. مرحوم الدزوي 112 هدف. لسه واقع على الارض لاعب من نادي الزمالك، يبقى سجل هدافي او الاهداف يعني تاريخ هدافي بطوله الدوري. يالي كابتن دزوي، كابتن محمود الخطيب الاسطوره محمود الخطيب بيبو الكره المصريه، ثم احمد الكاس لاعب اولمبي والزمالك السابق. ودي هجمه للزمالك، هجمه للزمالك، هجمه للزمالك، جول اخيرا، جول. مين يا ترى بقى؟ مين ده؟ هو عمر جابر اللي فك طلاسم الموضوع وقدر ان هو يحرز هدف. عمر جابر من انطلاقه من وسط الملعب، اول اهداف الزمالك في الدقيقه 74. عمر جابر. الضغط بيولد الاهداف زي ما قعدنا بنقول مع حضراتكم بلغه كره القدم، لكن كره حلوه اتلعبت. محمد ابراهيم حطها حلو المره دي، اول كره يتصرف فيها. شوف اهو اتصرف فيها، ما طمعش فيها الراجل، حطها لعمر جابر السهل الممتنع. عمر جابر على طول وجها لوجه مع هاني سليمان، يحرز اول اهداف نادي الزمالك وتاني اهداف هذا الموسم في شباك الهاني سليمان اللي ما يقدرش يعمل لها اي حاجه الهاني سليمان. 1 الزمالك لا شيء الاتحاد. كرة اهو محمد ابراهيم اهو لما بلعب من لمسه واحده الراجل في كرة والتانيه اهو حط الزمالك في اول الاهداف. هو لما بيطول في الكرة بتقف عنده، الهجمه بتروح خطورتها، الزمالك ما بيقدرش ان هو يعدي النقطه دي. عشان كده اهو من لمسه سريعه لعمر جابر قدر عمر ان هو يحرز اول اهداف اللقاء واهداف الزمالك. يا ترى الاتحاد هيعمل ايه؟ هل هيبدا يبقى فيه مساحات اكتر بعد ما كان قافل تماما في الشوط الثاني؟ هنشوف بقى فكر كابتن احمد ساري والاتحاد السكندري ايه. ادي السيد الوزير النشيط حقيقي اللي يمكن عمل
مجهود كبير جدا 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 في عوده النشاط مره اخرى السيد العمري فاروق وبجواره السيد عفت السادات رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري. عبد الواحد السيد والحيطه بيوقفها عبد الواحد السيد، واول ظهور واول ضربه حره في اللقاء للاتحاد السكندري على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك بعد مرور 75 دقيقه. السيد فريد بيتكلم اهو، كان ضربه حره على بعد حوالي 35 يارده. محمود فتحي بيمتاز بالتسديد من على بعد او من مسافات. طارق وطني هنشوف لسه بقى الكرة، هل محمود فتحي على مرة واحدة ولا ايه؟ هنشوف لسه. فتحي ولا وطني؟ شكله كده محمود فتحي. فتحي حلوة التسديدة لكن تعلى وتمر خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة نادي الزمالك وعبد الواحد السيد. حضراتكم من قائمة الهدافين طبعا ما ننساش بعد أحمد الكاس أمير القلوب الأهلاوية والمصرية أبو تريكة، نتمنى له كل التوفيق من كل قلوبنا في رحلة إعارته الاحترافية في نادي بنياس الإماراتي. وأيضا رأس الكرة الذهبية المصرية بقى جمال عبد الحميد، مشوار طويل، ومحمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي، دول هدافي بطولة الدوري العام على مدار تاريخ أو على مدار نشأته. الصدارة الكابتن حسن الشاذلي، ده بمناسبة موضوع دوري المجموعتين اللي احنا بنشوفه السنة دي. لسه الكرة ماشية مع حمدي لكن طولت منه وخرجت، تماس لمصلحة الاتحاد السكندري. هنا ومساعد الحكم الثاني أحمد عبد الرازق بيقول له من غير كلام هي خلاص خرجت، تماس لمصلحة نادي الزمالك. بالفعل طلعت كرة بكامل استدارتها، طلعت واحدة طويلة عند جعفر، لكن المرة دي بيخطف على طول نادي الاتحاد السكندري وترجع لهاني سليمان، يشيل هاني على مرة واحدة. صلاح سليمان يحط على طول في قلب الملعب عند نور السيد، في اليمين يفتح لاحمد سمير، استلام من سمير على الارض لعيد عبد الملك. صلاح سليمان بيستلم للزمالك على الارض تاني لعيد، عيد يغير الملعب ويفتح عند محمود فتح الله في نص ملعب نادي الزمالك. نور السيد في الشمال يسلم واحده لصبري رحيل لعبد الشافي، محمد ابراهيم ياخدها، لسه محمد ابراهيم هيرجع تاني، محمد ابراهيم وعامل مشوار لسه ماشي بيها، قطعها حلوه لجعفر، جعفر التاني السيد فريد وبوبو دخلوا على بعض ودخلوا بيها داخل الشباك عشان يبقى دقيقه 77 واحمد جعفر يضع التاني. شوفوا حضراتكم لما محمد ابراهيم هعيد واكرر لعب كرة من لمسه واحده، لعب كرة سريعه، ما بقاش بيرقص، ما بقاش بيراوغ، قدر ان هو يضع الزمالك. شوفوا حضراتكم في اقل من 3 دقايق هدفين، يعني اهي ادي حطها حلوه لجعفر. الاعاده تبين بقى هل جعفر تسلل ولا ايه النظام. هنا شوفوا بوبو والسيد فريد دخلوا على بعض وهم اللي حطوها داخل الشباك. اهي ادي هنا اهو اتلعبت، قطع كويس قوي جعفر، خدها لهاني سليمان، وسع لنفسه كويس جعفر واتلعبت. هنا السيد فريد بيشتت، خبطت في بوبو ودخلت داخل الشباك، يبقى الثاني الزملكاوي في شباك الاتحاد السكندري. بنفس النتيجه دي لحد دلوقتي الزمالك كان قدر ان هو، بقول لحضراتكم في لقاء الموسم الماضي في الاسكندريه كان رزاق جاب هدفين للزمالك، محمود سمير وسع نفسه وسدد، لكن اللي خارج الملعب ضربه مرمى، لكن ضغط الزمالك هو اللي وصله اصفر عن هدفين. لكن نرجع نقول مع سرعه اللعب لمحمد ابراهيم الاداء لما سرع طريقه ادائه وبطل ان هو يمشي بالكره كتير قدر الزمالك يسجل. حازم امام هينزل، واول تبديلات الزمالك حازم امام ينزل ويطلع صبري رحيل. ادي صبري طالع قدامنا اهو، وادي حازم امام هينزل. اول تبديلات نادي الزمالك وكابتن اسامه نبيه اللي النهارده قدر ان هو حقيقي يعني يقول لمجلس اداره نادي الزمالك انا موجود. هل يا ترى برضه هيبقى في تفكير في مدير فني جديد ولا هيدوا الثقه زي مجلس اداره نادي مصر المقاصه بعد رحيل كابتن طارق يحيى ادوا الثقه لكابتن محمد عبد الجليل، راجل موجود مع الجهاز الفني لمصر المقاصه منذ صعود يمكن المقاصه من موسم الدرجه الثانيه او من الدرجه الثانيه، يعني راجل عارف كل كبيره وصغيره على الفرقه. عشان كده مجلس اداره مصر المقاصه قال لما نديله الفرصه. محمد جمال في وادي دجله ايضا واخد الفرصه من وادي دجله بعد رحيل بقى كابتن هشام زكريا الذي تيرن اوت في بلجيكا.
ادي كوره والاعاده للعبه تاني، الكوره اللي جاب منها جعفر الهدف الثاني، وادي ايمن الحنفي قريب من اللعبه وباصص على ايمن دجيش اللي ما ادالوش اشاره باي حاجه ان فيها تسلل. هنا السيد فريد وبوبو دخلوا على بعض الاثنين ودخلوا بيها داخل الشباك عشان يبقى الثاني لنادي الزمالك. ضربه مرمى وعبد الواحد السيد على التنفيذ ومش اخر تبديلات الاتحاد. هينزل طلعت محرم بدل من دانيال نانا. يبقى كده كابتن احمد ساري اجرى كل التبديلات، هنا تبديلين هجوميين. ادي طلعت محرم كان بدايته مع نادي الترسانه، طلعت محرم مرورا بطلائع الجيش بتروجيت وادي الاتحاد السكندري. عيد عبد الملك بالكعب يحطها لمحمد ابراهيم، ابراهيم عايز يعدي، عدى محمد ابراهيم لسه ماشي، رجع تاني محمد ابراهيم من اسامه السيد، يرجع لعيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك بتفرق كتير بقى كبدايه النهارده لعيد عبد الملك مع الزمالك، ويطلع اللقاء والزمالك فايز ب3 نقاط تديله ثقه، تفرق كتير جدا. طارق وطني لكن عدت وخرجت لخارج الملعب، تماس لمصلحه نادي الزمالك. حازي امام يلعب لنور السيد، نور يستلم نور السيد. غدا بقى في 3 لقاءات سواء كان في المجموعه الثانيه او الاولى، المقاولين العرب والداخليه ضمن لقاءات المجموعه الثانيه، سموحه وتليفونات بني سويف في ضمن لقاءات المجموعه الاولى، الاسماعيلي وطلائع الجيش ان شاء الله غدا بقى هيكون ضمن لقاءات المجموعه الثانيه هنا على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم الاثنين في مصر المقصه وامبي ووادي دجله وحرس الحدود ايضا ضمن لقاءات المجموعه الاولى. ختام اللقاءات بقى هيكون الانتاج الحربي واتحاد الشرطه ضمن المجموعه الثانيه، الجونه من المجموعه الاولى مريحه الاسبوع ده او باي، وبتروجيت من المجموعه الثانيه. كل فرقه كل اسبوع هتريح عشان حضراتكم عارفين ان المجموعه 9 فرق. نرجع لقائنا وعمر جابر يستلم على الارض ويرجع بيها لعيد عبد الملك، عيد يوسع لنفسه، حازم امام حلو النقل لعيد عبد الملك، عايز يقول كلمته الراجل لكن الهاني سليماني يشيل والخارج الملعب. ضربه ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. الاتحاد فك ولغه الكره خلاص، الخطوط اتفتحت، الاتحاد قدام الهدفين في 3 دقايق جم في وقت يعني ما قدرش الاتحاد يلم نفسه لحد دلوقتي. الزمالك خلاص بدا يعمل اللي هو عايزه، بدا يروح، فك عمر جابر طلاسم ال3 خشبات الهاني سليمان، وقدر الزمالك يجيب هدفين في 3 دقايق. هل هنشوف اهداف تاني؟ هل هنشوف الاتحاد ليه راي؟ هل الاتحاد ما يقدر يتعادل؟ كل شيء وارد في كره القدم، حتى صفاره الحكم والهاني سليمان يشيل. توصل عند محمد حمدي بيحاول يلحق لكن ياخدها من قدامه على طول محمد ابراهيم. ابراهيم يرجع بيها عند نور السيد، نور يسلم عبد الشافي على الارض لمحمد ابراهيم، لسه ابراهيم بيستلم، يحط واحده تانية لنور السيد، نور لجعفر، احمد جعفر عايز يعدي جعفر، لسه ماشي جعفر، ماشي جعفر دخل المنطقه طولت منه ومعاه بوبو، ياخدها كويس قوي بوبو، يفتح واحده في اليمين عند اسامه السيد، اسامه على الارض الحمدي يرجع بيها لاسامه تاني، اسامه البوبو يطول بوبو، رامي ربيع يخطف قبل ما تروح لصلاح سليمان، واحده طويله تاني تروح طويله في ايد عبد الواحد السيد. اتحاد بقول لحضراتكم اتأثر رحيل عدد كبير من اللعيبه اعراض، لان برضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري كان قال ان خلاص مش هيبقى فيه دوري السنه دي، مش هننطلق البطوله زيه زي كتير من الفرق. وادي دجله يمكن هنشوف لقاء بعد بكره مع حرس الحدود، يكون اللقاء نتابعه مع حضراتكم. فرقه كامله بالكامل 14 لاعب يمكن سابوا الفرقه وراحوا على تيرن اوت بلجيكا، غير اكتر من 5 6 لعيبه راحوا ليرس بلجيكا برضه. فبالتالي دجله هيلعب بفرقه جديد في جديد، منها ناشئين كتير صحيح، جاب خبرات زي ابو العيله ولعيبه واضافات، لكن في النهايه قوام الفرقه الاساسي مش موجود. ضربه حره وايمن الحنفي يحتسبها لمصلحه الاتحاد السكندري، تتلعب على طول من محمود فتحي. ماشيه الكوره، لكن مع الوقت انا شايف ان مجموعه اللعيبه الموجوده في كل الانديه دي باستثناء طبعا الاهلي والزمالك والاسماعيلي هتقدر من وجهه نظري يقدموا موسم طيب ويفرضوا نفسهم ويقدروا ان هم يبقوا دعائم اساسيه وركائز فرقهم، لكن اهم حاجه الاستمراريه. محمد ابراهيم يستلم،
واحده طوليه تاني لجعفر، العمق عمق دفاع الاتحاد، جعفر والسيد فريد. جعفر عايز يعدي، لسه واقفه كده لكن يشيل رضا بوبو. واحده في نص الملعب تلاقي احمد سمير بيستلم، هجمه نادي الزمالك. خلاص اللي بدأ يمسك اللقاء 100% بقى بعد الهدفين كمان واستسلام الاتحاد السكندري للنتيجه. ادي العرضيه بس عدت خط المرمى وتبقى ضربه مرمى لمصلحه الهاني سليمان والاتحاد السكندري. ادي الهاني لسه الهاني سليمان بيشاور لعيبه الاتحاد. الهاني يلعبها طويله 40 دقيقه او الدقيقه 85 من عمر اللقاء. الزمالك عمر جابر واحمد جعفر يضعوا الزمالك في المقدمه بهدفين في الدقيقه 74 و77 على حساب الاتحاد السكندري اللي قدر ان هو يصمد طوال 74 دقيقه قدام ضغط نادي الزمالك لحد ما محمد ابراهيم لعب كره من لمسه واحده، حرك الزمالك نشط هجوم الزمالك في الثلث الهجومي لنص ملعب الاتحاد، وقدر الزمالك ان هو يحرز هدف واثنين. عبد الواحد السيد بدأنا نقول اسمه كتير لكن بلا خطوره، الكره بتروح له سهله بيمسك زي ما حضراتكم شايفين. عبد الواحد يحط نور السيد، نور على الارض لمحمد ابراهيم، باص كده بلا اهتمام. محمود فتحي عايز يعدي، صلاح سليمان يضغط ويجيبها للزمالك، تلاقي نور السيد نور في الشمال يحط ليه محمد عبد الشافي. صابر رحيل طلع بقى ونزل مكانه حازم امام. لسه النقلات توصل عند نور السيد، نور لسمير تطول من سمير تلاقي حازم امام، حازم يطولها حازم لعمر جابر، عمر يوسع على نفسه، عمر لسه ماشي عمر جابر يرجع بيها عند صلاح سليمان، صلاح بعقل في نص الملعب يحط واحده لمحمد ابراهيم، غير اتجاهاته محمد، لسه ماشي محمد ابراهيم ماشي يحط واحده طوليه حلوه في المساحه في اتجاه عمر جابر، لكن المره دي طارق وطني مغطي، يشيل طارق وطني. صلاح سليمان يستلم، رامي ربيع يضغط ياخدها محمود سمير يوسع لنفسه، وهنا التاكلينج بقوه من نور السيد وضربه حره لمصلحه الاتحاد السكندري. ادي اهو ايمن الحنفي. طبعا حضراتكم هتاخدوا وقت بقى معانا على ما ترتبوا اللقاءات، انهي لقاء انهي المجموعه وانهي لقاء بقى في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. عشان كده بقول لحضراتكم غدا في 3 لقاءات، المقاولين العرب والداخليه ده المجموعه الثانيه، سموحه وتليفونات بني سويف ضمن لقاءات المجموعه الاولى، الاسماعيلي وطلائع الجيش ضمن لقاء المجموعه بتاعت الزمالك والاتحاد المجموعه الثانيه. محمود سمير يلعب العرضيه يشيل صلاح سليمان من اقرب نقطه، ترجع تاني محمود فتحي، لسه الهجمه واول كره واول ظهور للاتحاد السكندري في تسديده من محمود فتحي، لكن تروح سهله في ايد عبد الواحد السيد في الدقيقه كام 87 من عمر اللقاء. ادي الكره الطوليه وعلى طول كان عايز يعدي بيها محمد ابراهيم لكن ياخدها كويس قوي محمد عادل. ترجع تاني الكره السيد فريد، السيد يطول لرامي ربيع، لكن هنا على طول ضربه حره، الحنفي قريب يحتسبها لمصلحه الاتحاد. محمد حمدي يرجع الكره من مكانها، ايمن الحنفي عشان تبقى الضربه الحره للاتحاد. واضح جدا ان كمان الفتنس بتاع لاعبي الاتحاد قل قوي، بقاله بتاع 10 دقايق خلاص. طبعا لقاء افتتاحي قوي قدام نادي الزمالك، الفرقه يمكن عندها جاهزيه اعلى واكتر من نادي الاتحاد بكتير. لسه كان الزمالك بيشارك في دوره وديه في الامارات ولسه راجع، عنده مشاركات، عنده اكتر من لعيب مع المنتخبنا القومي. ادي الكره تتلعب داخل المنطقه وادي التسديد، دخلوا على بعض رامي ربيع ومحمد حمدي وتمر خارج الملعب سهله، ضربه مرمى لنادي الزمالك. عبد الواحد السيد، لسه عبد الواحد هيلعب ضربه المرمى، دي كره محمود فتحي حلوه بقول لحضراتكم، رجليه تقيله وبشماله كمان، وعبد الواحد يمسكها على مرتين. هو عبد الواحد لحق هنا البند قبل ما تعلى. خلاص باقي دقيقه على نهايه الوقت الاصلي للشوط الثاني واللقاء والدقيقه 90. هنشوف حكمنا بقى هيدينا كام دقيقه وقت بدل من ضاع. تتشال الكره من قلب دفاع الاتحاد لمحمود سمير، محمود سمير بيستلم، دخل في الزحمه محمود بس ما حدش مسانده، الراجل نجح انه يجيب ضربه حره للاتحاد السكندري. ادي بهاء عاطف والتبديل الثاني نادي الزمالك، يوسف حسن اللي قرينا عنه بقى وسمعنا نازل مكان مين؟ يوسف حسن مكان احمد جعفر. ادي يوسف حسن واول مشاركه دي اسمها بقى مشاركه الثقه، او كابتن اسامه نبيه بيبدا يدي يوسف حسن جو كده لقاءات مع
فريق نادي الزمالك صلاح سليمان يشيل، ترجع تاني. ادي التبديل قدامنا قدام حضراتكم. لسه هنشوف بقى كام دقيقه وقت بدل من ضايع. ضربه حره او رايه، ولكن هنا الحنفي ما شافش الرايه من مساعد الحكم الثاني ومشى اللعب. حازم امام معدي وعامل مشوار. حازم لسه حازم معاه طارق وطني ومحمود فتحي، عايز يعدي لكن ياخدها كويس قوي. طارق وطني لسه الكره معاه، ده محمد عادل مش وطني، يلعبها عند محمود فتحي. لسه فتحي بيموت شمال ويمين، المره دي يلعبها طوليه. بهاء عاطف قدامنا بيشير ب4 دقايق وقت بدل من ضايع، وهنبدا اهو في اول دقيقه من وقت البدل من الضايع، وضربه حره للاتحاد السكندري. ادي اهو جعفر، والحوار خارج الخطوط بقى مع صابر رحيل. بصوا حضراتكم، قطع المره دي صح قوي جعفر، حط جسمه كويس، صبر وسع لنفسه صح قوي احمد جعفر. هنا بقى التشتيت والتغطيه من ثنائي الدفاع الاتحاد السكندري، دخلوا على بعض الاثنين ودخلوا بيها داخل الشباك. عبد الواحد السيد يبدا هجمه للزمالك طويله في وسط الملعب. السيد فريد يرد، ترجع تاني صلاح سليمان، لكن تصل لمحمود سمير، فيها اتاحه فرصه للاتحاد السكندري. لسه محمود ماشي مع احمد سمير، ومحمود سمير تطول والخارج الملعب. ضربه مرمى لمصلحه نادي الزمالك. هنبدا في الدقيقه الثانيه كده، الزمالك اول 3 نقاط في المجموعه الثانيه. والاهلي ايضا فاز على الغزل بهدف في المجموعه الاولى. 3 نقاط برضو للاهلي. دومينيك دي سيلفا بيحرز اول اهداف الاهلي هذا الموسم. عمر جابر بيفتتح اهداف الزمالك هو احمد جعفر في لقاء الاتحاد، نتيجه بالكربون زي الموسم الماضي. لحد دلوقتي هدفين للا شيء. اخر لقاء جمع الفرقتين باستاد الاسكندريه. حازم امام عايز يعدي، عدى من وطني، لكن المره دي محمود فتحي توصل لمحمد ابراهيم. لسه عمر جابر والهاني سليمان. يا سلام يا هاني، قافل الزاويه صح، وعمر جابر حاططها في الضيقه. صعب دي، لو كان هيبص لبره عمر جابر كان ممكن يقابل حد، ممكن تبقى الهدف الثالث. ادي الكره ماشيه، هجمه اتحادويه، واحده طويله اطول من اللازم. تلاقي محمود فتح الله اللي بيموت. فتح الله يرجع بيها في قلب الملعب عند محمد ابراهيم. ماشي محمد ابراهيم، انطلاقه لمحمد ابراهيم، حلو يا ابني النقل قوي. واحده رايحه عند يوسف حسن الناشئ لسه نازل، عايز يعدي لكن تطول منه ويخطفها على طول دفاع الاتحاد السكندري. احمد يوسف بيقول لنا بقى ان جنوب افريقيا متقدمه على مالي 1-0. ربع نهائي كاس الامم الافريقيه، بنغيب عنها لتاني مره متتاليه بعد ما كنا ابطال القاره 3 مرات متتاليه. برضو محمد حمدي يسدد واحده لخارج الملعب. عشان كده بطوله كاس افريقيا مش هنلاقي الاهتمام بيها كتير قوي في مصر. الهاني سليمان قفل الزاويه صح، وعمر جابر حطها للراجل في الزاويه الضيقه. لو هنا بقى بص حضراتكم، بص لبره عمر جابر مره واثنين واتأنى، كان ممكن يحطها حتى في البعيده. ضربه المرمى الزملكاويه كده على 3 دقايق من الوقت البدل متضاع. الزمالك 2 لا شيء الاتحاد السكندري في اللقاء رقم 23 اللي بيجمع الفرقتين بقى منذ الألفية الجديدة، أو منذ سنة 2000 حتى الآن. السيد فريد يفتح واحدة في اليمين عند أسامة السيد، هجمة اتحادوية، وبدأنا في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل متضاع. تتلعب على القريبة، رامي ربيع يرجع بيها عند محمود سمير. لسه سمير ماشي، لكن اتخطفت منه، ياخدها على طول محمد عبد الشافي، وبيمسك كده العضله الخلفيه الراجل، تروح عند محمد ابراهيم. لسه الهجمه الزملكاويه، ابراهيم لسه الهجمه مع الزمالك، يعكس بيها الملعب حلو عند حازم امام، لكن قطع احلى من طارق وطني للسيد فريد. على الارض يحط المحمود فتحي، يطول فتحي، محمود سمير اطول من اللازم. صلاح سليمان على الواقف يحط الفتح الله. خلاص بقى 4 دقايق من رجل لرجل. لعيبه الزمالك بتضيع وقت خلاص، مستنيه صفاره الحكم. محمد ابراهيم، لسه ابراهيم ماشي بالكوره، هات وخد، لكن مضغوط عليهم مخطوفه، ياخدها رامي ربيع للاتحاد. لسه ماشي رامي عايز يعدي، ضربه حره يحتسبها حكم اللقاء. وادي الكادر معاه الوزير الشاب النشيط فعلا سيد عمرو فاروق. اتلعبت الضربه الحره، تروح
لمحمود سمير. سمير لسه ماشي، سمير عدى رامي ربيع، رامي ربيع، رامي ربيع يا راجل مش قادر خلاص. شوفوا حضراتكم الفتنس واضح، لعيبه الاتحاد مش قادره، مش قادر رامي يروح. وصفاره ايمن الحلفي تنهي اهداف الشوط الثاني واللقاء بفوز الزمالك بهدفين لعمر جابر واحمد جعفر في الدقيقه 74 و77 من عمر الشوط الثاني. بكده نادي الزمالك بيضع في رصيده اول 3 نقاط على حساب الاتحاد السكندري. الاسبوع الجاي ان شاء الله الزمالك عنده مواجهه قدام اتحاد الشرطه، والاتحاد هيواجه الاسماعيلي. سعدت اني اكون مع حضراتكم، ولكم ارق التحيه من القناه محمد رمضان، وننتقل بحضراتكم الى ملعب الاهلي.